من يقرأ تاريخ بني أمية، حين نافر هاشم أمية خرج من مكة ذهب إلى الشام فاتصل بالدولة الرومانية. من بعد أمية يبرز أبو سفيان كتاجر له علاقات بالدولة الرومانية. بعدها يبرز يزيد بن أبي سفيان فيكون واليا على الشام، ومعاوية واليا على الشام بتنسيق مع الدولة الرومانية وبدعم من الرومان. ثم معاوية يحشد لجيش تعداده 86,000 مقاتل، وفي رواية 68,000 مقاتل، وجيش الإمام علي 71,000 مقاتل. الإمام علي الخليفة العام للمسلمين، معاوية والي من ولاة المسلمين. منين جاب الفلوس اللي قدر يشتري بيها كل هاي الذمم ويأسس لهذا الجيش؟ في الروايات معاوية ينطل هذا 200,000 درهم، ينطل هذا 100,000 دينار، ينطل هذا ما أدري إيش، ينطل ذاك ما أدري إيش. من أين تلك الأموال؟ من أين يجبيها؟ هو والي فقط على الشام، أي سوريا، فلسطين، لبنان فقط. هذا دليل على وجود دعم مالي خارجي. من هم بطانة معاوية؟ سرجون الرومي. من هو سرجون الرومي؟ الذي أظهر كتابا ليزيد قال له ولي عبيد الله بن زياد الكوفة، هو الذي سيستطيع أن يخلصك من الحسين. تاريخ بني أمية تاريخ عمالة، مملوء بالعمالة والنفاق، حتى وصل الحال بأحد حكامهم أن يقول يا ساقي الخمر اجلس على دكة الخمر واسقينا، فما قال ربك ويل للذين شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. الوليد ابن يزيد يمر بالقرآن، يرمي القرآن بسهم، يقول له أتنعتني بجبار عنيد؟ فها أنا ذا جبار عنيد، فإذا أتيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا تاريخ بني أمية، تاريخ عفن نتن، حتى ما يسمى بالفتوحات هي غزوات للدول الأخرى، الغاية من عندها سلب ممتلكات الأراضي والدول وملء خزينة الحاكم. سليمان بن عبد الملك شي يقول للوالي على اليمن؟ يقول له احلب الشاة فإن نفذ الحليب فعليك بالدم، يعني جيب لي فلوس للخزينة. يا إسلام شو علي أنا بالإسلام؟ من يريد أن يطلع من شباب المسلمين على تاريخ بني أمية خل يطلع على تاريخ يزيد ابن عبد الملك، الذي جثة حبابة الجارية مال تعفنت نتنت 40 يوم ما دفنها حزنا عليها عاف الخلافة وقعد مقابلها. دخل أخوه مسلم بن عبد الملك قال له الخلافة تجل عن ذلك، اطلع للناس خزيتنا أنت. قال له ما أقدر أعيش بعد وراء جاريتي، هلك وراها ب30 يوم ما أدري 25 يوم. هذا تاريخه.